كنت قاعدة زهقانة ومحتارة اعمل اكل ايه. فتحت التلاجة ولقيت عندي 3 بتنجانات و3 بطاطسات زي ما انتم شايفين كده، وشوية طماطم برضه حبة صغيرين. البتنجان لقيته حجمه حلو وقلت اعمل فكرة الفيديو دي، وقلت ان انتوا لازم تتفرجوا عليا وانا بعمل احلى مسقعة. هنعمل مسقعة النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة. جبت البطاطس وابتديت ان انا اقشره واقطعه، مع اني حضرت كام فص توم كده حلوين. طبعا انا مش هحط الكمية دي كلها. وبعدين لقيت صينية كانت عندي، كانت بتاعة ماما، وقطعت البطاطس وغسلته كويس وحطيته في الزيت يتحمر مع نفسه كده شوية على ما اقطع البتنجان برضو. وبترش عليه رشة ملح على البتنجان بعد ما بتقطعيه شرايح، وترش عليه شوية ملح وتسيبيه شوية كده مع نفسه. بعد ما نحمر البطاطس هنرجع وهنحمر البتنجان. تابعوني لاخر الفيديو وما تنسوش عمل لايك للفيديو يا جماعة عشان تشجعوني. كده هبتدي ان انا اقلي البتنجان. طريقة سهلة وبسيطة واكلة برضو كلنا بنحبها اكيد. المسقعة دي من الاكلات المميزة، سهل ان انت تعمليها كده، وسهل ان انت تعمليها برضو باللحمة المفرومة. بصراحة انا ما كانش عندي لحمة مفرومة، فقلت النهاردة اعمل مسقعة كده، يعني زي ما بيقولي كده على القد كده. ولقيت فلفل حار عندي وفلفل مش حار، الاتنين رحت مقطعه. الفلفل اللي هو حجمه كبير ده مش بيكون حار، وقطعته شرايح كبيرة. والفلفل حار برضو، وابتديت ان انا اقليه بعد ما قليت البتنجان. وبعد ما تقلي البطاطس نبتدي نقلي الفلفل. كده خلاص بقت الاكله جاهزه معانا على العمايل. حاجه سهله جدا وسريعه وتقدري تعمليها. وعلى فكره ممكن تعملي جنبيها مكرونه، ممكن تعملي جنبيها اللي انت حباه. وممكن طبعا انت تتاكل لوحدها، هي اكله لوحدها. كده خلاص بقى الفلفل والبطاطس والبتنجان. وبعد كده مجهزه عندي فصين توم يا دوب على باقي الزيت اللي انت كنتي بتقلي بيه. تبتدي تحمري شوية التوم وبعدين تطشي الصلصة بتاعتك اللي تكوني ضرباها في الخلاط بالشكل ده، وتسيبيها مع نفسها ان هي تتسبك. وطبعا ما تنسيش التوابل بتاعتك، تحطي شوية ملح وتحطي شوية فلفل اسود وشوية كمون. وكده انا حطيت كله على بعضه وخلاص بقت جاهزة عندنا الاكلة. كانت اكلة تحفة يا جماعة. وعايزه اقول لكم ان كان طعمها مميز جدا. المسقعه من الاكلات الحلوه، بس طبعا ما تاكلوش منها كتير. حطيت عليها البطاطس ودي خلاص النهايه كده النهارده لاكلتنا سهله وبسيطه وما خدتش وقت معانا. وكمان عملتها في صينيه من ريحه الحبايب، من صينيه بتاعت امي. ادعوا لها دعوه حلوه يا جماعه. كده قلبي 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 كويس، وتكوني مجهزه طبق التقديم علشان خاطر نحط اكلتنا النهارده فيه. اتمنى النهارده تكون فكره الفيديو تكون عجبتكم، وتكون اكلتنا النهارده سهله وبسيطه. وقدرت ان انا اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله زي ما انتم شايفين كده. خلاص وبقت خلاص البتنجان كمان بقى طري معانا، وحطيت في الطبق السيرفيس زي ما انتم شايفين كده معانا، او طبق التقديم. وده بقى الشكل النهائي. عايزه اقول لكم بجد الاكله كانت جامده جدا يا جماعه، حلوه جدا. وطبعا اللي بيحبها حراقه بتحطي فلفل حار. وطبعا الاكله دي بتبقى حلاوتها لما بتكون حراقه. متشكره جدا ليكم لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.